بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ومازلنا مواصلين في حلو العيد، والمرة هذية باش نودكم بروسيت غريبة ذراع تونسية زمنية على أصولها بطريقة سهلة تنجح معكم من أول تجربة بمقادير بسيطة. شوفوا تبارك الله، عملت طبق ما شاء الله ينور الوجه، ورا مشكل هذيك الكونتيتي زدت فيها الكونتيتي أخرى. هذه الكل برطل ذراع أكاهو، سورتو للناس اللي ما تحبش غريبة الحمص والا غريبة الفرينة. نعملوا كعيبات غريبة الذراع كلهم منفعة صحية وبنينة بالطبيعة، ما نحكي لكمش تذوب ذوبين في الفم. كيف ما قلت لكم باش نعملوها من غير ماكينة بطريقة سهلة وبسيطة وبالفاكهة للناس اللي تحب تحط الفاكهة، واللي ما تحبش ما تحطش، ما يسالش. تبعوني وشوفوا الطريقة بالضبط والمقادير. لهنا انا خديت رطل الذراع، مسحته مليح خاطر توا كيف ما تعرفوا الطقس بارد شويه، ما غسلتوش، عرشته فوق الغاز وهزيت ريحته في الطاحونه. لهنا معناها انا الذراع نتاعي ديالي، تنجموا انتم تستعملوا ذراع الباكوات اللي يساعدكم. خديت الرطل نتاع الذراع عليه نصف رطل فرينه، ديما القاعده تقول اللي نص الكونتيتي نتاع الذراع نصها فرينه. خديت عليها 165 غرام سكر محور، تنجموا توصلوا حتى ل 200 غرام، اما بالنسبه لي انا راهي صافا الحليوه هكا. خديت عليهم 85 غرام نشا، وخديت عليهم 50 غرام جلجلين رحيته، 50 غرام لوز رحيته، وهذا اختياري كيف ما تحبوا انتوما. ومغرفة كبيرة متاع قشور برقدين اللي باش تزيدها بنة على بنة، و250 مليلتر ما بين زبدة ذايبة وما بين زيت زيتونة. بنة الغريبة الذراع راهي بزيت زيتونة، اللي ما عندوش ومش قادر باش يوفر زيت زيتونة يعملها بزيت نباتي، مش مشكل، كل قدير وقدره. كيف ما تشوفوا لهنا غربلت المقادير الكل، بالطبيعه نغربلوهم ما نحطوهمش ديريكت، كيف ما تعرفوا السكر فيه الكعابر. وحطيت عليهم اللوز المرحي والجلجلين، كيف ما قلت لكم راهو جوست 50 غرام لوز و50 غرام جلجلين. نجموا انتم تكتفيوا بالجلجلين اكاهو، تنجموا تحطوا كاكاويه اللي موجود عندكم ولا تستغنيوا عليهم جمله. حطيت عليهم قشور البرقدين اللي قلت لكم باش يفوحوهم ويعطوهم بنه ما نحكي لكمش. وتوا باش نبسوها بالزبده الذايبه والزيت. المره هذيا على خاطر برشا ناس قالوا لي اعمل لنا غريبه بالمارغرين، رانا ما لقيناش الزبده الحيوانيه، خديت بخاطركم وعملتها بالمارغرين، وباش نعطيكم رايي فيها على خاطر انا راني اول مره نعملها بالمارغرين. في العاده نعملها بالزبده المغليه، تعطيها بنه مش عاديه. اللي لقى الزبده الحيوانيه يعملها بالزبده المغليه، اللي ملقاش يعملها بالمارغرين كيف ما يساعدوا. لاني حطيت الكونتيتي نتاع الزبده هذيك والزيت، كيف ما قلت لكم راني خلطت انا ما بين مارغرين ذيبه وما بين زيت زيتونه. حطيت هالكونتيتي الكل كيف ما تشوفوا هكاك، وباش نقعد توا نبسس فيها. راهي الكونتيتي نتاع الزيت نتاع الماده الدهنيه راهي مضبوطه، معناها ما تنقصوش وما تزيدوش. وتوا شوفوا الطريقه كيفاش تشوفوها هكاك تحسوها اللي راهي شايحه. برشا يغلطوا يمشوا يزيدوا الزيت والا الزبده، لا ردوا بالكم باش نخدموها مليح هكاك ما بين يدينا، باش تسخن اكا الزبده والزيت يذوقوا مليح مليح وتطرى معانا العجينه. وتو تشوفوا من بعد كيفاش النتيجه متاعها. نقعد هكاك نخدم فيها ما بين كفوف يديا. اللي عندها عجينه بالطبيعه زاده كيف سالتوني نجم نحطوها في العجينه والا لا، تنجم حطها في العجينه واخدمها على روحك. اللي ما عندهاش راهي عجينه تنجم تحطها في الماكينه متاع البشكوتو، تخدمها تعديها مرتين على الماكينه متاع البشكوتو، صدقوني تنجح معاكم من اول تجربة وباش تطرى وبتولي معاكم سهلة. اللي ما عندهاش تنجم تخدمها بدايتها كيف ما انا عملت هكا. راني ما حبيتش نقص من الفيديو ووريتكم الطريقة بالضبط اللي قعدت نبسس بها في العجينة بالضبط. شوفوا لهنا ريتوها كيفاش هكا قعدت نزيد في الزيت. راهو هذاك راهو نص الكمية، خاطر انا الكيس اللي عندي هذاك راهو ما يهزش 250. كملت الكونتيتي متاع الزيت والزبده بالضبط هكاكا كيف ما تشوفوا، وقعدت نبسس فيها مليح مليح. لهنا من بعد راني باش نلمها ونخليها ترتاح شويه، خاطر كي باش ترتاح راهي من بعد باش تطوعنا في الخدمه. ومن بعد باش نعملهم هكا كيف ما تشوفوا كابورات هكاكا متوسطين، ماهمش كبار وماهمش صغار، ونصبتهم مليح مليح.
هذي راهي سر انت باش تنجح معاك الغريبة، سواء غريبة الحمص، غريبة الذرع، غريبة الفرينة. كي تجي انت من بعد تقولي راني نلقاها شقت لي في الفور، راه خاطر ماهيش مصبتة مليح. كي تجي انت تقولي راكي جيت نحل فيها وتفتفتت لي، راي على خاطر زيتها ماهيش مصبتة مليح، ويلزم هي لين تقر الزيت متاعها تشوفوها كيفاش ولي تلمع تطرى ما بين يديك. هذيك هي سر انت باش تنجح معاك الغريبة، وما تتشققش ويجيك المنظر متاعها مزيان برشا، وما تتفتفتش. حتى اذا كانت فتفت متخافش، راه وعاود لم العجينة وعاود صبتها مرة اخرى وخدمها، ما فيها حتى سر. راهو يقول لكم اسرار اسرار، ما فيها حتى سر. راهو هذاك هو السر الوحيد، انك انت تصبتها مليح والا تعديها على الماكينه اكاهو. البقيه المقادير الناس الكل تعرفها، تنجموا تاخذوهم من اي بلاصه، مش مشكله. لهنا انا كيف ما قلت لكم باش نقعد نكعبر فيهم هكيكا كعبورات متوسطين، ما همش كبار برشا وما همش صغار، وكل واحدة نصبتها وراني باش نعاود نصبتها مرة أخرى، مش هذيك المرة أكاهو. باش نصبتها هكيكا ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا أقل شيء نص ساعة. نجم انت تعملها حتى قبل بليلة، راهو ما يقلقش ديجا، ما تخافش منها العجينة، ما يصير لها حتى شيء. احنا مبسينها كان بالزيت وبالزبدة أكاهو، مش باش يصير لها حتى شيء، ولا فيها لا خميرة لا حتى حاجة باش تخاف منها. خليها ترتاح ليلة كاملة، يوم غدوة راهي تطوعك مليح مليح في الخدمة. لهنا كيف ما تشوفوا هذوما الكعبورات حطيتهم باش نغطيهم مرة تاعهم شوية، ومن بعديك باش نرجع نخدم. شفتوا توا باش نعاود نصبت الكعبة هذيك الكعبورة هذيك مرة أخرى، وتشوفوا لهنا كيفاش تطوعني في الخدمة مليح مليح، وباش تطرى معايا العجينة. ومن بعد كيف نجي نحلها راهي ما تعبنيش. هذيا بربي هذه لست يستبعوها باش تنجح معاكم، وما عادش تصعب عليكم الغريبة جملة، سوى غريبة الحمص وإلا غريبة الذرة وإلا غريبة الفارينة. شوفوا لنا باش نوريكم انا الطريقه اللي حليت بها، الاشكال اللي عملتهم، وبالطبيعه يرجع الذوق لكم انتوما وحسب كل وحده وشنية تحب تعمل. تنجموا تعملوا الاشكال اللي تحبوا عليهم انتوما، انا جوست راني نوري فيكم. شوفوا لهنا كيفاش العجينه مطوعتني في الخدمه مليح مليح مليح، بالحق لا تتشقق لحد شيء. اذا كانت شقت معاكم تفتفتت معناها في اللحظه هذه ما تخافوش منها، عاودوا اعجنوها مره اخرى شويه، صبتوها مليح مليح، ومن بعد عاودوا اخدموها ما فيها حتى شيء. خاطر العجينه متاعنا مخدومه بالزيت، يلزم الزيت هذيك يسخن والزبده باش هي تطرى العجينه وتطوعنا في الخدمه. انا لهنا شكلتها حسب هكيكه، منشوف عيني ميزاني، ما قستش بحتى حاجه. انتم ما تنجموا تقيسوا باي حاجه تساعدكم. هذه توا شكل اخر باش نعمله، حبيت نشاركه معاكم. راهي جوست معناها افكار انا نشاركها معاكم باش نعطيكم معناها جوست هكا فكره كيفاش نخدم هكا، ولا اكثر ولا اقل. نقعد شفتوا الطريقه هذه، راهي ماهيش معناها نضرب بالقوي معناها في حاجه هكايا نتعب في روحي، جوست نصبت فيها نضرب فيها هكاكا باش الزبده هذيك والسخانه تسخن بكف اليدين وتطوعنا في الخدمه. هذا الشكل الاخر جبتك القالب متاع المقروض، شكلت بيه هو وجاوني والله مزيانين وحلوين. اي علاش ليه قلت كل مره نعمل حويجه هكايا مختلفه شويه. لهنا كيف ما تشوفوا باش نقصهم ساهلين ما تتفتفتش. مطوعتني في الخدمة الطرية تعمل 66 كيف. بالطبيعة باش نحضر هذيك الطبق لول، الفور خدمته راني ما نخدموش معناها برشا، ما نسخنوش برشا برشا، الغريبة راه ما تحبش السخانة برشا، على 150 درجة واقصى حاجة 160، ما تفوتوش ل 160. النار من فوق ومن اللوطة، راني انا ما نخدمش بالنسبة لي، انا ما نخدمش من اللوطة من بعد من فوق، نخدمهم من بعضهم من اللوطة من فوق. ما تخدموش المروحة ردوا بالكم. نحطها تاخو مني تقريبا نص ساعة، تفوح الريحة متاعها ما شاء الله. تشوفوها كعبة الغريبة كيفاش شاحت فتاحت لونها تبدل. ردوا بالكم تمسوها بالطبيعة باش تتفتفت وهي سخونة. تخرجوا طبق خليوها تبرد في عقلها، ومن بعد حطوها زينوها خبوها اعملوا اللي ساعدكم. هذه توا الشكل الاخر كيف ما تشوفوا. شفتوها كيفاش مشقه، كي تشوفوها لهنا مشقه تقولوا ليه مش باش تنجح معانا ومش باش يجي منظرها مزيان. لهنا انا تعمدت ما حبيتش نقص الفيديو، وحبيت نوريكم الطريقه كيفاش قعدت نضرب فيها هكيك، نقولوا بلغه اخرى نضرب فيها هكيك، نضرب فيها بكف يدي مليح مليح حتى لين اكل الشقوق هذيك الكلها تنحات، الزبده تفات، الزيت طرات العجينه معايا، ومن بعديك نشكلها وتجيني تعطيني منظر مزيان برشا برشا برشا. ردوا بالكم انتم تطبعوا وهي مشقه هكاك، على خاطر راهي من بعد باش تشقق معاكم في الفور. ان شاء الله يكون يا ربي وصلت المعلومات الكل، النصائح الكل. ان شاء الله نكون الفيديو عجبكم.
ما بخلتش عليكم بحتى نصيحة. عطيتكم لي زاستيوس الكل باش تنجح معاكم، خاطر يجيوني برشا تساؤلات حتى على البريفي. مرحبا بكم الناس الكل اللي يحب يسألني، مرحبا بيه راني نجاوبه. اما الاسئله اللي جاوني الكل حاولت اني نجاوب عليهم في الفيديو هذا. انا خذيت الشكل هذاك متاع الورده شكلت بيه. انتم تنجموا تشكلوا باي اشكال عندكم، باي قوالب، ولا تنجموا تعملوهم سامبل كيف ما تحبوا اللي يساعدكم. لهنا جاني سؤال اخر، قالوا لي علاش تلصق في الطابع؟ تلصق في الطابع على خاطر راهي هي ماهيش العجينه طريه. العجينه كي تبدا راهي اذا كان هالساعه تبدا هي مزيته برشا باش تشد بالطبيعه، واذا كانها باش تبدا مش مصبته مليح راهي باش تشد. انتي وسع بالك شويه، هكا ما تفورسيش عليها معناها العجينه كيف ما تشوفوا. صدقوني ما راني ما قصيتش من الفيديو جمله، جست هكا نجبدها شويه من الطابع تتنحى معايا فاسيلمون. ريتوها هذيا زاده ما حبيتش نقصها ووريتكم كيفاش هي تحلت معايا العجينه. عاودت لميتها خدمتها مليح وحليتها، وكيف ما تشوفوا هيك مطوعتني سافا، ماهيش مشقه مرتوبه مريقله. الاخطاء الكل اللي باش تطيحوا فيهم ولا اي حاجه باش تعرفكم في الرسالة، راني انا حاولت نشاركها معاكم ونعطيكم من النصيحه. لهنا انا عملت شويه فاكهه هكاك مدشه اللي هي اللوز مرحي وبفريوه، وحطيت شويه جلجلين زيدا ماهوش مرحي راهو. وحطيتهم. انتم اعملوا كيف ما يساعدكم، كيف ما قلت لكم تنجموا راي الفاكهه هذيك تحطوها في العجينه من داخل كيف ما تحبوا انتم اللي يساعدكم. ديجا انا من بعد قعدت لي طرف الفاكهه هذيك، فما شويه عجينه زيدا قعدت في الاخر، لميتها معاها عجنتها معاها الفاكهه هذيك وعملتهم كعيبات بالفاكهه. كملت لهنا الكل، عطيتكم النصائح الكل كيف ما قلت لكم. غريبتنا حضرت نودكم ومن شهيكم تعمل 66 كيف بنينه ذوب ذوبين في الفم حسيلو. وحبيت نقول لكم على رايي في المارغرين، راهي باهيه مش خايبه سافا. اذا كانوا نقارنوها بالزبده المغليه بالطبيعه راهي الزبده المغليه راهي خير وتعطي جو ابن. اما راهو ميسيل جديده حتى المارغرين نجحت معايا وباهيه، وكيف ما تشوفوا العجينه متاعنا ناجحه. بنينه ماهيش خايبه. تنجموا تخدموا بها. وان شاء الله يا ربي نتقابلوا في فيديو جديد ان شاء الله على قريب. وتو نقولكم بسلامه وفي الامان.